نستعرض مسيرة نجم كروي من اللاعبين أصحاب المسيرة المضيئة مع النادي الأهلي ومن ساهموا في تحقيق نجاحات كبيرة مع الفريق الأحمر على المستوى المحلي والقاري وصنعوا تاريخا مشرفا في فترة تواجدهم مع النادي الأهلي. هو نجم اليوم الأنجولي أمادو فلافيو، نجم النادي الأهلي السابق وصاحب الرأسة الذهبية وأحد أهم أجانب النادي الأهلي. فلافيو من مواليد 30 ديسمبر 1979، ولد في العاصمة الأنجولية لواندا، وبدأ حياته الكروية في نادي بيترو أتلتيكو الأنجولي، ولعب أول مبارياته وهو في سن ال20 من عمره. لعب الفهد الأنجولي مع فريقه بيترو أتلتيكو أمام النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا عام 2001، وسجل هدفين في اللقاء اللي انتهى ب4 أهداف مقابل هدفين لصالح بيترو أتلتيكو الأنجولي. العمل العرضية والهدف الثاني مش ممكن يا جماعة اللي بيحصل ده، نفس السيناريو تقريبا. اوبا وخطأ دفاعي مرة تانية، ومش ممكن يا جماعة، مش ممكن الهدف الرابع، مش ممكن يعني. والبطولة دي بالمناسبة فاز بيها النادي الأهلي بلقبها تحت قيادة البرتغالي المخضرم مانويل جوزيه، وفاز فيها فلافيو بلقب أفضل لاعب للبطولة. لفت الأداء القوي للاعب الأنجولي أنظار مسؤولي النادي الأهلي، فسعوا لضمه أكثر من مرة، لكن المفاوضات كانت تفشل لمغالاة النادي الأنجولي. في عام 2005 انضم اخيرا فلافيو، خاصة في فترة الانتقالات الشتوية للنادي الاهلي، وارتدى القميص رقم 23. ومع بداية مشاركة فلافيو مع الفريق الاحمر تعرض اللاعب لسخط جماهيري واعلامي شديد جدا بسبب عدم قدرته على التسجيل من كل الفرص التي اتيحت له طوال الموسم باكمله، باستثناء هدف وحيد ارتطم برأسه من الخلف عن طريق الصدفة البحتة، وصف بأنه هدف بالقفا، وتسببت إضاعته لركلة جزاء في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الأندية الإفريقية أبطال الدوري عام 2005 أمام نادي الزمالك في زيادة السخط الجماهيري. لكن الأمور اختلفت تماما مع فلافيو في الموسم الثاني مع النادي الأهلي، وأصبح واحدا من معشوق جماهير النادي الأهلي بسبب أهدافه القاتلة مع الفريق الأحمر في مختلف البطولات التي فاز بها الأهلي طوال الموسم، متوجا مجهوده طوال الموسم بالفوز بلقب هداف الدوري المصري. على الصعيد الدولي لفلافيو شارك مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية مصر 2006 وسجل 3 أهداف توج بها هدافا للمنتخب، ثم شارك في نهائيات كأس العالم ألمانيا 2006 وأحرز هدف بلاده الوحيد في مرمى إيران. فلافيو سجل فلافيو 5 أهداف في تصفيات بطولة غانا 2008 ليساهم في تأهل أنجولا للنهائيات، مثبتا وجوده كواحد من أهم هدافي القارة، وتم ترشيحه للحصول على أفضل لاعبي القارة إفريقيا للمحليين عن عام 2008. وأهم إنجاز شهده فلافيو في تاريخ المنتخب الأنجولي هو الوصول إلى بطولة كأس العالم ألمانيا 2006، وسجل هدفا أمام المنتخب الإيراني في دور المجموعات. حسم نادي الشباب السعودي صفقة انتقاله إلى صفوفه بناء على رغبة اللاعب باللعب في صفوف الفريق، ما دفع بإدارة نادي الأهلي الموافقة على العرض. وفي فترة الانتقالات الصيفية في موسم 2009-2010 استفاد منه الأهلي ماديا وباعه إلى نادي الشباب السعودي مقابل 2,750,000 يورو. وخلال الموسم شارك فلافيو في 23 لقاء وأحرز خلالها 13 هدف وقدم تمريرة حاسمة واحدة فقط لا غير، ثم أعير في الموسم التالي إلى النادي القطري الخريطات، ولكن لم يستفيد منه النادي على الإطلاق فنيا طوال 8 أشهر. وفي نوفمبر 2011 انضم إلى نادي ليرز البلجيكي ولمدة 8 أشهر فقط لا غير، ولم يلعب خلالها سوى 7 مباريات فقط، وسجل هدفا وصنع آخر. وبعدها على طول عاد إلى النادي الذي نشأ فيه في يناير 2013 وقضى عاما واحدا فيه، وشارك خلاله في 39 لقاء وأحرز 18 هدفا، وفاز معاه بآخر بطولة في مسيرته هي كأس أنجولا في 2013. وبعد مرور عام كامل أعلن فلافيو اعتزاله. أعلن الدولي الأنجولي السابق أمادو فلافيو اعتزاله كرة القدم بداية عام 2015 مع فريقه بيترو دي لواندا، ليتم تعيينه مساعد مدرب لفريقه بعد مسيرة استمرت لما يقرب من 14 عام مع الساحرة المستديرة. ولحد هنا دي كانت نهاية القصة، قصة واحد من أهم محترفين النادي الأهلي بل الدوري المصري أيضا. لو وصلت معايا للنهاية أتمنى تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يصلك كل جديدنا. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.